السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا النهاردة ريفيو من منتجات ترنديول. معانا ماركة محترمة جدا ومن أفضل الماركات التركية اللي موجودة، هي ماركة كراجا. هنشوف النهاردة مع بعض عصارة الحمضيات من كراجا. زي ما انتم شايفين كعادة منتجات كراجا، هي التغليف بتاعهم بيكون ممتاز. الكرتونة بتيجي في حالة حلوة جدا زي اللي انت بتشتريها من أي معرض أجهزة كهربائية. العصارة صورتها أنا موضحاها معاكم على الشاشة. هي عندنا هنا تاريخ الضمان بتاعها بيكون 2 سنين. المعلومات اللي موجودة على الجنب على الكرتونة هنشوفها مع بعض. أول حاجة هي ماركة كراجا. الموديل معانا هنا هو موديل 601. بالنسبة للوات هو 60 واtt، وهي ده واتها أعلى من يعني وات عالي بالنسبة للعصارات الحمضيات. في عصارة بتكون 20 واtt و60 واtt، دي بتكون 60 واtt. بالنسبة للهرتز 50/60، وهي مناسبة للاستعمال في مصر وفي السعودية الاتنين. و220 ل240 فولت، وهي صناعة صيني BRC، وهو منتج تركي مصنع بالصين. ده المعلومات المزودة على الايه، على الكرتونة. طبعا هو كاتب لك ان هي ممكن تعصري فيها برتقان او حمضيات او ليمون او تفاح او حتى كمثرى. هو موضح لك اشكال الفواكه اللي ممكن نستعملها فيها. ودي المعلومات اللي انا عرضتها معاكم دلوقتي من الماركة والموديل بتاعها والوات، وكمان اللي هي مناسبة للاستعمال في القاهرة ومصر ولا لا. هنبدأ بقى مع بعض نشوف محتوياتها من جوه. انا طلعتها عشان افرجها معاكم عشان يكون ريفيو صغير وسريع. ده اول جزء اهو، بسم الله. هي بصراحة لونها ميتاليك حلو جدا جدا جدا. الفينش بتاعها حتى الكواليتي بتاعت البلاستيك نفسه يعني حلو، قيمة حقيقي حلوة قوي قوي من بره ومن جوه. ده اول بارت معانا. بعدين بيركب عليها الجزء ده كده. حط الجزء هنا ده اللسان بتاع العصارة. فانا مش يعني الورقة حاولت اشيلها لقيتها صعب ان انا اشيلها. ممكن بقى ساعة ما اجي استعملها ابقى اشيلها بمقص او كده. الجزء اللي بعده اللي هي العصارة نفسها. واخر حاجة اللي هي القطعة دي اللي احنا بنضغط بيها علشان تبدأ عملية العصر. دي تاني عصارة اعمل عنها ريفيو. كنا عملنا قبل كده ريفيو على براون. الاتنين نفس الصناعة، لكن كراجا طبعا هي افضل من ناحية ان هي ستانلس ستيل، وهو مكتوب ده على الكرتونة من بره ان هي ستانلس ستيل اهي، تايب اوف ماتيريال ستانلس ستيل زي ما قلت لكم. والكلر بتاعها سيلفر في اسود. وده كان كل محتويات العصارة معانا. اعتقد ان يعني هو ريفيو صغير وبسيط، والماركة دي انا استعملتها في حاجات كتير والحمد لله هي من افضل الماركات. وكمان هنا العصارة دي الواط بتاعها 60، وده واط عالي بالنسبة للعصارات، هو عادة يا 20 يا 60. اتمنى ان الريفيو يكون عجبكم ويكون مفيد ليكم، اتمنى تستفادوا منه. واللي يعجبه الريفيو يعمل سبسكرايب للقناة بتاعتنا. وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.